كيفكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. نتوما تشوفوا في هذا الفيديو نتمنى لكم كامل الصحه والسلامه يا رب العالمين، ونصلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عليه افضل الصلاه وازكى التسليم. واليوم ان شاء الله كما راكم تشوفوا راني جايبت لكم وصفه فطائر المقلاة اللي جو بزاف رائعين، بعجينه بزاف هشه بزاف يعني خفيفه ريشه، وما يعني ما يتشبعوش منهم هاد الفطائر. نتمنى ان شاء الله اي وحده شافت الفيديو تجربهم، لانهم ما تندميش عليهم، لانهم بزاف شابين ويعجبوا الكبار والصغار، وبحشوه رائعه وبزاف خفيفه وبدون لحوم، اقتصاديه. يلا نبداو بالوصفه على بركه الله. اول حاجه نبداو بها هي لافارس باش نخلوها جانبا تبرد. هنايا عندي مقله اللي كنت درتها تسخن، ديروا هنايا فيها من 4 ملاعق حتى ل5 تاع الزيت. هنايا ديروا الكميه يعني اللي تبغوها نتوما نتاع البصل. انايا هنا درت كميه تاع البصل، انا هنا درت 3 حبات نتاع البصل، نتوما ديروا الكميه اللي تبغوها. كميه نتاع الفلفل اللي كنت قطعتها مربعات، وحتى البصل حتى هو فاني كنت قطعته مربعات. ديروا هنايا زيت يسخن كما قلت لكم، وديروا هذيك الفلفلات تاعكم تقلى هي والبصل مع بعض، لانهم يدوا يعني نفس الطياب. لانه كنت درت واحد الوصفه يعني ما نيش عاقله عليها شي هي. ثاني درت البصل مع الفلفله، يعني قالت لي وحده لا ما يطيبوش في رحبه، لازم ديري البصل يتقلى حتى يتقلى ديري الفلفله. بصح هكا نقول لها بلي راني دايرتهم في زوج خضرين، فلفله خضراء والبصل خضر، يعني لازم نديرهم مع بعض باش يطيبوا مع بعض. هنايا ندير الملح ونبدا نخلط في التكتوكه نتاعي. هنايا بعد ما دخلها طياب شويه نضيف لها هنايا زوج حبات نتاع طماطم اللي كنت قطعتهم مكعبات مربعات، يعني كيما قطعت الفلفله والبصل، وهنخليهم نقص عليهم ونخليهم يطيبوا على نار هادئه حتى يدخل يعني الطياب مليح مليح في هذيك الفلفله تاعي وهذيك البصل. هنايا البنات هنايا نقص عليهم وخليتهم بعد ما قربوا يطيبوا. هنايا نضيف 4 فصوص نتاع الثوم اللي كنت ربيتهم باش يعطوا بنا بزاف شابه. والتوابل نتوما اللي تبغوا تضيفوهم، ضيفوا فلفل اسود فلفل احمر عكري الحار، نتوما على حساب ما تبغوا تضيفوا التوابل. هنا نمروا للعجينه نتاعنا اللي هي هنايا عندي رطل نتاع الفارينه، عندي ملعقه كبيره نتاع الخميره، وعندي ملعقه نتاع السكر، والملح على حسب الرغبه. انا هنا درت نصف ملعقه نتاع الملح، جاتني العجينه هذيك هي. احنا نخلطوا كاع النواشف مع بعض مليح مليح، ونروحوا نضيفوا لهم هنايا 4 كاس نتاع الزيت باش نبسو العجينه نتاعنا وتجينا طريه. نضيفوا 4 كاس نتاع الزيت. هنا البنات اللي تبغي يعني تبسسها بالزبده دير يعني شويه نتاع الزيت وشويه ملعقه يعني نتاع زبده و3 ملاعق نتاع الزيت. هنايا نحكم يعني بالزيت وجات بزاف رائعه وجات عجينه بزاف شابه وهشيشه. هنايا كما قلت لكم نبسو مليح مليح هذيك العجينه نتاعنا بهذاك الربع الكاس نتاع الزيت حتى يدخل مليح مليح فيها الزيت، باش نروحو نعجنوها بالحليب. هنا كما قلت لكم يا البنات، هنايا اللي عندها العائله تضاعف كميه الفارينه ودير كيلو وتضاعف نفس كميه كل المقادير. هنايا نضيف هنايا كاس الاول نتاع الحليب يعني اللي كنت دفيته، نزيدو الكاس الثاني نتاع الحليب، ونبدا نعجن في العجينه نتاعي حتى تصبح عندي عجينه طريه، ماهيش يعني طريه طريه. دوك تشوفوا القوام نتاعها بعد ما كنت عجنتها. دوك نوري لكم القوام نتاعها. هنايا كما قلت لكم درت لي انايا هنايا درت الكاس الاول والكاس الثاني، دوك نوري لكم شحال بقى لي منه، يعني غير بشويه. ما تسرعوش كي تضيفوا الحليب تاعكم، ما تسرعوش، غير بشويه بشويه. البنات اللي وصلت معايا هنا نتمنى ان شاء الله دير لي جيم، ما تنساونيش البنات من الجيم باش يوصل الفيديو تاعنا الاخوات واحد اخرين. والله ماكم خاسرين حتى حاجه، ضيفوا لي هذاك الجيم، يعني هو مفيد بزاف للفيديو، مفيد بزاف لليوتيوب باش يطلع لك الفيديو الاخوات اخرين. هنايا شوفوا بعد البنات ما كملت العجينه، هاي القوام تاعها كي نخلوها ترتاح باش ترطب العجينه هذيك تاعنا. ها وين شوفوا القوام تاعها، يعني ما هو يابس ما هو جاري، طري، يعني عجينه طريه. هنايا نديروا لها شويه تاع الزيت كامل في الاطراف يعني تاع الريسيبيون وفي العجينه، نغطوها ونخلوها تريح. يعني ماشي شرط تطلع وتضاعف الحجم نتاعها، خلوها تريح. حتى ولو خليتوها يعني ضعف الحجم نتاعها معليش، كان عندكم الوقت خلوها الحجم نتاعها يضاعف، ما كانش عندكم الوقت عادي خلوها تريح شويه ومن بعد بداو تشكلوا فيها. ها وين الكاس الثاني، هنا وريت لكم تاع الحليب شحال بقى لي منه. الكاس الثاني عفوا ماشي الثالث، الكاس الثاني، يعني درت لي 2 كيسان. الكاس الثاني شفتوا شحال بقى لي منه. هنايا خليت العجينه نتاعي ريحت شويه. انا يعني كما خبرتكم نتوما الا كان عندكم الوقت خلوها تخمر مليح مليح وعاودوا خسروا لها الخمر. ما كانش عندكم الوقت عادي تجيكم رائعه وبزاف شابه بلا ما يعني خلوها غير تريح شويه فقط.
باش تسهل عليكم طريقة تشكيلها. هنايا كان عندي بلا كنت درت له شويه تاع الزيت باش نحط فيه هذيك الخبيزات يعني الصغيرين تاعي باش يزيدوا ينزلوا شويه باش يسهل عليا الحل نتاعهم. انايا هنا درتهم بهذا الحجم، يعني خبزات ماهمش كبار بزاف بزاف وماشي صغار بزاف بزاف، متوسطين الحجم نتاعهم يعني مليح مقبول. هنايا غطوهم بالبابي سيلوفان وخلوهم يريحوا. بعد ما يريحوا نروحوا نجيبوا باش نحشو الحشوه تاعنا. هنايا الفلفله بعد ما كانت بردت، هنايا عندي الجبن اللي كنت يعني جبن يعني فرماج رابي كنت رابيتو. وهنايا نجيبوا العجينه نتاعنا نبداو نشكلوا فيها. هنايا نحلوها يعني نحلوها رقيقه، يعني لازم العجينه تاعكم تكون رقيقه باش ما تجيكمش معجنه. لا خليتوها غليظه وطيبوها تجيكم معجنه، لا خلوها رقيقه. يعني دوك تشوفوني السمك نتاع العجينه تاعي كيفاش نخليه. هنايا بداو تحلوا في العجينه نتاعكم بهذه الطريقه على شكل دائري. يعني جربوها يا البنات، يعني اي وحده يعني ننصحها باش تجربها كي يكون عندها الفلفله. ويعني حتى تقدروا يعني ديروا معها صدر تاع الدجاج مرحي، تقدروا ديروا معها اي حاجه. يعني الحشوه تبقى اختياريه، اللي ما يبغيش الفلفله ما يضيفش الفلفله، يضيف البصل مع صدر الدجاج مرحي ولا فيونداشي بولي اشي اللي بغيتوها نتوما. هنايا نحل هذيك العجينه، شفتوا السمك نتاعها رقيق، ونضيفوا لها شويه تاع الفلفله هذيك تاع التكتوكه، ونضيفوا لها شويه تاع الجبن مبشور، ونضيفوا انا عندي كان عندي ثاني جبن مثلثات ثاني كضيفوه يعطي بنه بزاف رائعه. وهنايا كي نكملوا يعني نحشو كامل هذيك الخبزه نتاعنا نبلعوها. انا هنا الاولى بلعتها غير بيدي، ونعاود فاني تبلعوها بالفرشيطه. الثانيه يعني بلعتها بالفرشيطه يعني باش ما تخافوش تتحللكم. هنا بلعتها مليح مليح غير بواسطه يدي. وهنايا اللي تبغي تبلعها بالفرشيطه، داك الزوجه نبلعها لكم بالفرشة. انا يا عيوني فاني قلبتها وبلعتها مليح مليح. ونروحوا نديروا عايمين هنايا الزوجه البنات هذيك الاولى درتها الطيب، والثانيه ثاني كنت حليتها وبغيت نوري لكم باللي الثانيه بلعتها بالطريقه تاع الفرشيطه يعني كيما لي شوسو. هنايا بلعوها كيما الطريقه اللي تبغوها نتوما بلعوا بها. هنايا نروح كنت درت كيما قلت لكم طاجين يسخن، رحت ندير الحبات نتاعي باش يطيبوا. الحبه الاولى كنت صايدرتها طيب يعني سهله الرفوده تاعها موش صعيب بالخف ترفد لكم. هنايا نروح ندير الحبات نتاعي يطيبوا. هنايا كنت درت الطاجين تاعي لازم يعني تكونوا دايرينه ساخن، ونبداو يعني نحركوا فيهم، يعني نبداو نحركوا فيهم كيما راكم تشوفوا كيما اني حركتهم باش يدوا لكم تحميره واحده، يعني يمين ويسار يمين يسار، يعني تحركوهم مليحه عاوينه باش يدي لكم تحمر شباب. وهنايا كي تقلبوهم ضغطوا عليهم باش ثاني كي توزع الاحمرار على كامل الفطائر نتاعنا. البنات يلا يلا هجام وثانيك بارطاجوا مع البنات مع صحاباتكم مع. هنايا كان الهاتف طاح لي، وهنايا ثانيك بديت نحمر فيهم في الجوانب التحتانيين باش تجي حمراء، اي حاجه تجي حمراء تجي بنينه. وهذا هما الفطائر تاعي في شكلهم النهائي اللي خرجوا بزاف بنان. شوفوا اللون تاعهم اللي داوه بزاف رائع. هنايا اللي بغيتو يعني يعطوكم لابريونس دهنوهم بشويه تاع الزيت باش يعطوكم لابريونس هذيك الفوقانيه، وبلا ما تدهنوهم بالزيت يعني جاو فطائر ولا اروع بزاف بنان وما يتشبعوش وما مش مزيتين احسن. يعني على بالي بلي حتى المحاجب لا يعلى عليهم، بصح هذو جايين ناشفين مش مزيتين كيما المحاجب بنان وما يتشبعوش. يعني قلت ان شاء الله منا وجاي نديرهم هما احسن من المحاجب لانهم ما فيهمش الزيوت. هذه الوصفه تاعي في شكلها النهائي. تهلاو في رواحكم. لايك البنات ومع السلامه.